السلام عليكم. ده يا جماعة كيس لحمة يا جماعة، مستحفظ عليه بقالي شهر وأكتر. ما أنا هقول أعمله، طب وبعد ما أعمله ما أنا ممكن أقعد شهرين تلاتة ما أعرفش أجيب كيس لحمة زي ده. هو في 3 حتت حاجة زي كده يعني. فاللحمة وصلت 300 جنيه يا جماعة. على فكرة والله أنا كنت طول عمري من المؤيدين الرئيس السيسي بجد يعني. وفرحان بالمشروعات اللي بيعملها وبتاع. لكن معرفش هو كان حاسس بالناس الغلابة قوي. دلوقتي بيقول لك ما تكلمونيش في اكل، ما تكلمونيش في شرب. ليه يا سيادة الرئيس كده؟ ده احنا بنحبك وانتخبناك وواقفين معاك. لكن الناس فعلا مش لاقيه تاكل، والله والله العظيم. الناس بتقول لي مش عارفين يجيبوا نص كيلو لحمه لعيالهم يوكلوا لهم، او فرخه يوكلوها لعيالهم، مش لاقيين. ده دول اللي كانوا عايشين عيشه معقوله يعني مستورين. فما بالك بالفقراء؟ لا يا سيادة الرئيس والله لا، ما ينفعش، لازم تشوف حل، لازم. الغلا عالمي واحنا دايما، وانا كنت اقول دايما، وكنت اقول هي الناس مراش غير الاكل، هي ما فيش غير الاكل. اكل ايه؟ تعفان البطن. لكن لما توصل بقى للناس مش لاقيه. فانا يا سيادة الرئيس أنا من الناس اللي بدعمك وبحبك ومقدر اللي انت بتعمله والمشاريع العظيمة وكله. بس لا، ما تقولش الناس مراش غير الاكل وما تتكلمش على الاكل، لا ما ينفعش. الناس هتعيش ازاي يعني؟ وبعد كده زي ما بقول لسعادتك كده ان الناس اللي كانت عايشه عيشه معقوله دلوقتي والله العظيم ملاقيين يجيبوا اي حاجه فعلا. وهنقول بلاش فراخ وبلاش لحمه، وخلينا في العدس والزيت. الزيت وصل ل70 جنيه الازازه تقريبا. العدس برضو نفس الحكايه، ما اعرفش وصل ل70 ولا ل80. يعني المشكله ان ما بقاش في حاجه رخيصه. المكرونه شوف الكيس بكام، الرز الكيلو بكام، البصل والقوطة والحاجات دي اللي الناس بتجيبها، ومش هتجيب لحمة ولا فراخ. فلا، حرام كده، حرام، الموضوع زاد عن حده. ولازم يكون فيه رقابة على الأسعار. ليه الناس بتزود الأسعار بالطريقة الغبية دي؟ ليه؟ مش المفروض الدولة ليها رقابة؟ تعالوا هنا، انتوا غليتوا سعر الحاجة دي كذا، ليه؟ ايه اللي زاد عليكم عشان توصلوها للكلام ده؟ فأرجو يعني إن يكون في لجان تخرج وتشوف الناس وتراقب المصانع وتراقب الدنيا والشركات، وتشوف دول الناس دول بتزود ليه كده. الأدوية أنا بجيب أدوية كل يومين ثلاثة، بتهيألي الدواء بيزيد سعره، كل أسبوع الدواء بيزيد سعره في الخبثة بقى، عشان ما يعملوش هيجان وبتاع يعني. طب نعمل إيه؟ يعني حتى الدواء مش هناخد الدواء. فربنا يلطف بينا وبحالنا، والحالة فعلا وصلت لمدى سيء جدا جدا يعني. لا، حرام حرام، ما ينفعش، لازم يكون في حل. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.